لا سمعت به ما شفتوش. ما شفتوش خاطر هو ما عنديش فيه ثقه، ما نحبش نسمع. علاش شبيك انت معز؟ لا لا انت معز بالحق شبيك؟ لا ما تنجمش تكون عندي مشكله معه. ما عندكش مشكله معه؟ لا انا اما يبدو لي عندك موقف. شو الاشخاص راهو يا علاء يعيش خويا، يلزمنا نفهموا حاجه. رانا في بلاد، احنا في تونس، احنا في بلاد عملها اساسا عملها الزعيم الراحل الحبيب بورقيبه، وشخصيا انا من الجيل اللي رباه على برشا حاجات. اي عندك موقف من معز سلاح. شوف يا عيش خويا، اللي عمره ممكن 17 ولا 18 سنه يرقد في الليل ما قدامه حد شيء، يقوم الصباح يقولوا له وراه وربي نزل لك بطل اسمه معز بن غربيه، تجد عليه. اما انا نعرف تاريخ البلاد الاعلامي وكذا الى اخره. سي معز بن غربيه مش باش نقول لك انا توا لا تلقى تهديدات فعليه راهو. علاش؟ شنو علاش؟ هذا اللي قالوا هو سمير. علاش باش والمسألة سمعت هاو سمير زاد. علاش؟ لحظة مادام سمير صحيح ما ناخذوش الأمور على اللي جاء، ناخذوها كما هي. علاش؟ يا ودي علاش؟ سمير علاش باش يقتلوك؟ هل أنت ممارس للسياسة؟ لا مانيش ممارس. هل عندك قرار فاعل في السياسة؟ لا. هل أنت تنتمي إلى حزب وأنت فاعل لا. فيه؟ ها نقول لك علاش سلاح. هو اغتيال سي شرف الدين المحاولة. علاش زاد؟ لأنه اغتيال الرمز ماهوش الشخص. لأنه اغتيال الشخصية كما سي شرف الدين ينجم يعمل شوية شوشة في البلاد. سمير اغتيال إعلامي وإلا فنان تأكيدا لكلامك وإلا مثقف وإلا كذا ينجم يعمل شوية شوشة اللي يحبوا يحققوها. أما أنا كشخص ما عندي حتى مبرر باش نكون مهدد بالاغتيال. انا بيني وبينك لحد الان مانيش مقتنع. شوف انا بيني وبينك لحد الان الحاجات هذه ماهيش جاده عليا، لاني نعرف مثلا كيما شوف كيما سامحني باش نقول لك على بن غربيه. لو كان جات لنفترض انه على خاطر القناه نتاعو عندها توجه سياسي. شنو التوجه السياسي؟ زيك ما بديتش يحصل في الناس في كاميرا خفيه، يعني يلعن ابوها الكاميرا الخفيه. اتونجيك الكاميرا الخفيه ما تحرقنيش. يعني لا مانيش باش نحرقك، يعني ما فماش علاش وتتصور اللي هو اقوى من جهاز امن الدوله. لحظه لا 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 لا, لا. وزاره الداخليه لا تعهدت بحمايته حال وصوله الى تونس. لحظه في تونس اي بيان سور في سويسرا. لا حتى في سويسرا الخارجيه لا الخارجيه التونسيه عن طريق سفاره تونس في سويسرا اتصلوا به وحكاوا معاه وامنوا له على الاقل. وقالوا لهم لا هذا بلاغ خرجته وزاره الداخليه راهو الخارجيه التونسيه قالت فيه سفاره تونس في سويسرا. ماك تعرف اذا محتاج الحاجه اذا محتاج الحاجه وكذا. لكن لهنا شوف نرجع لك للسيناريو للعشريه السوداء في الجزائر في بدايه التسعينات. اولى عمليات التصفيه والاغتيال ابار العمليات اللي صارت في الجبال بدات بالصحفيين. بدات بالصحفيين وبالاعلاميين. رد بالك بدات اناهم شكون انهم؟ لا الاعلاميين اللي يكتبوا ضد الارهاب. يكفي انك تعمل ريبورتاج ضد الارهاب او تندد به ممكن تولي ممكن غدوه توصل. شكون قال اللي هما تو احنا ما نعرفوش شكون مهدد. يعني شكون مهدد؟ تصفيه حسابات سياسيه، عصابات، ما تعرفش وين نعرف. نقول لك حويجه خفيفه. ما قالونيش شكون. نقول لك حويجه خفيفه. احنا مش عندنا ناس مشاو يحاربوا في سوريا؟ عندنا ولا ما عندنا؟ عندنا 5000. باهي عندنا 5000 محارب مشاو في سوريا. راهو السوريين نعرفهم مليح وعشت في وسطهم، وصلت في علاقاتي الى مراتب عليا يعني معناها. راهو عادي جدا عندهم السوريين كما يقولوا هما دمهم ازرق يعني. يقول لك هذه بضاعتكم ردت اليكم، انتم بعثتوا لنا ناس باش يدمرونا، تو نبعثوا احنا شكون يدمركم من الداخل. عادي جدا. وعندهم شوف عندهم كل الوسائل، عندهم اقوى مخابرات في الدنيا. وتو كان نهار نحكي لك حكايه تو تقول لي لا حول ولا قوه الا بالله. اقوى مخابرات شفت في عيني في حياتي. نعرف المخابرات الفلسطينيه، ونعرف المخابرات التونسيه، ونعرف اشخاص في مخابرات في دول اخرى. اما اللي يراته عيني في سوريا بسم الله وبالله. صحيح واضح. اونتر نو سمير، بعد هالتهديد هذايا بالاغتيال وكذا، وانت تخدموا داخل البرنامج اللي من يجرى فقط، ما انت تخدم كما العاده ولا خايف؟ لا هو لا انا في بلاستيك نخاف نترعب يا ودي. ها نقولها لك انا هكا باهيش تو. اي لا ما باش نقول لك عليه. مادام خوك سلاح استنى تحب على ربي وعليا تحبني نكابر ونجامل ونقول لك انا نخاف يا خويا نبدا مرعوب. انا هكا سلم.
لا لا، هذه طبيعه بشريه. اي ولكن عليه. اما انت نحب نعرف سمير، انت والله بصراحه مانيش خايف. ماكش خايف؟ الحمد لله مانيش خايف. لانه اولا ما نعرفش معناتها باش تلطف جاك موضوع باش تحكي على الارهاب والارهابيين. مانيش خايف. اولا ايماني قوي، ثانيا باش تنقص تتهد معناتها. لا ولا عادي قاعد نكتب عادي، وقاعد نكتب. هاو عندي مقال اليوم على الراعي اللي اغتالوه، تعاطفت معاه برشا، وعندي عندي حاجه في البرنامج نتاعي. معناتها ما عنديش، مانيش خايف بصراحه. الخوف هزيمه وانتصار للارهاب. لو فات انه نخافوا، وانه ثقافه الخوف تنتشر في راسي انا. لا سي فري هو انتصار الارهاب. هو الارهاب اشتر الخدمه نتاعو تخويف وترويع وتحتيم نفسي، حرب نفسيه. لانه التهديدات شكون قال لك حرب نفسيه زاد؟ حاولتش تستضيف باش ننهزموا حاولتش تستضيف سيدي شرف الدين بعد محاوله الاغتيال؟ شبيك تضحك؟ علاش تضحك؟ انا ما نقولش على استضافتي ومحاولات استضافتي بصراحه ما نقولش. هذه طبيعه فيك. لا هذه طبيعه فيك. تعرف دقيقه ملي احنا في حالة هذه طبيعه في سمير الوافي ما تعرفوهاش. راهو سمير كي يحب يجيب ضيف راهو يجيبه. كيفاش؟ ليله الواقع. انا ليله قسما بالله يجيبوا معناتها يجيبوا. ونقول لك حاجه، الشيخ راشد الغنوشي ما يمشيش لحتى منشط. لا يمشي. استناني عاد انا نعرف. ما يمشي لحتى منشط الا ما ياخذ وقته ويفكر ويحضر ويعمل. وقت اللي يكلموا سمير يجيبوا في الوقت اللي لا والله لا اش معناتها؟ عندي عميل عندي عميل ما نحكي لك ما نجمش نحكي لك. لا 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 مش هذا. لا ياس لا خلينا في هذا مش تعمل. لا هو سمير عنده بالحراسه. يا ولدي انا سمير عنده شيخ ونحب نضحك. لا الشيخ راشد الغنوشي اونتر بارونتيز عندك اصرار غريب انك لا عندي اصرار ونحترمه برشا فوالا بكل صراحه. نحترمه برشا من الشخصيات السياسيه اللي انا نحترمها ونقدرها برشا ونقولها بصراحة. معناها ثم شخصيات سياسية في تونس غير نعتبرهم غير التاريخ الحاضر اللي احنا فيه. الشيخ راشد الغنوشي، حسين العباسي، حتى الباجي قايد السبسي، في وقت من الأوقات شكون قاد الحوار الوطني وشكون وصلنا لشاطئ الأمان بعد ما كنا مهددين بالواحد. ولأنه حتى جائزة نوبل